ان انا في possibility ان انا ممكن اجيب performance يقضي لي اللي انا محتاجه، ارقام عاليه جدا وادفع اقل من نص التكلفه بتاعت ماك. جمعت وحصل طلعت فعلا ارقام من ناحيه البنش ماركس تغلب اقوى ديسكتوب من ابل ساعتها اللي هو الام 2 الترا اللي هو الماك ستوديو. ارقام تغلبه ومش باقوى تجميع ممكنه. ده انا كنت مجمع اي 7 و40 70. ومش بس الارقام في البنش ماركس، لكن في برامج الشغل ادوبي بريمير برو مثلا كان بيرندر سريع جدا. ولكن بعد ما جربت وقعدت كتير، كميه الترابل شوتنج، معالجه الازمه اللي حصلت، بيواجهني مشكله واقعد احلها، بيواجهني مشكله واقعد احلها، حاسس ان هيجي مرحله اللي هو خلاص بقى مش هيبقى في مشاكل تاني. لا، كل شويه في مشاكل تاني. انا بحب فاينل كات اكتر، ولكن بريمير برو انا بحبه برضو عادي، مفيش مشكله، وانا بعرف اشتغل عليه. وكمان في شويه فيتشرز جديده كده عجباني عايز ادخلها في الستايل بتاع المونتاج. بلاقي نفسي بطيء جدا، بلاقي نفسي بستنى كتير على البي سي. طب اجرب خد نفس البروجكت منتجه على الماك، لقيته ما بيقطعش. الفكره ان هو مش بطء، فجوات بتحصل كده، فجاه ويرجع يشتغل تاني. هو مفيش حاجه.